السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواني وحبايبي متابعيني على قناة المصري تعليم صيد السمك بالصنارة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. السكر في الماء يذوب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تمحي الذنوب. موضوعنا النهارده انا بس والله جه في بالي لان خلاص احنا على ابواب الموسم، موضوع الغماز وناس كتير بتسأل فيه، وفعلا موضوع مهم جدا جدا اللي هو شكل الغماز وكل ميه ليها غماز. يعني الميه الحاميه ليها غماز تقيل ليه شكل معين، الميه الهاديه نسبيا ليها شكل معين، الميه الهاديه قوي ليها شكل معين، فيها تقل معين. عشان كده النهارده موضوع الغماز هو طبعا الغماز اساسي في صيد الغماز. يعني صيد الغماز هو كان زمان كنا بنصيد حساسي اللي هو من غير غماز، وتنزل وتقعد تهز بايدك لحد السمك ما ياخد معاك وتديله وتاخد منه، ده كان صيد الحساس، كان صيد الحساس. صيد الغماز بيتطبق الاثنين مع بعضين، مع ان احنا هنتطور طبعا فيه شويه اللي هو تسريح الغماز زي ما بنسرح بالريم كده بالظبط. فالغماز دي كذا شكل، معايا غمازات ثانيه هنا زي مثلا غماز زي دوت زي ما بنقول كده. طب وزن الغماز وانا بصطاد بالدود بيبقى عباره عن ايه؟ هل بيبقى زيه زي الريم؟ لا، هو بيبقى اقل شويه في الدقه عن الريم. يعني سطح الغماز لو انتم شايفين ده سطح الغماز اهو، بكون انا تحت منه بحاجه بسيطه كده في حدود بتاع 2 مللي اسيبهم باينين. ال 2 مللي اللي بسيبهم دول تلاقي سطح الغماز باين. في الريم بيبقى سطح الغماز مساوي سطح الميه، الاثنين واحد، عشان يبقى الريمه السمكه بتشرب طعمايه فما تحسش بمقاومه خالص وهي نازله. طب في الغماز ليه ما دي زيها لا، الغماز لان بتحصل وانت بتسرح ممكن احبس شويه. الريم بتبقى ماشي ايدك واحده واحده، لكن الطعم لا، اوقات بجر عشان اشوف ده سمك ولا لا. الريم ما ينفعش فيه، الريم بسيبه يمشي لحد ما بينزل، سواء بقى حوش سواء بتاع، بشيل ايدي بالراحه كده عليها. اما الغماز بتاع بالطعم لا، بيبقى الدقه اقل شويه، فبسيبها لكبسه الميه وزن الطعمايه. لا ما تقلش الغماز لان الطعمايه ليها وزن غير الريم ملوش وزن. طب بالنسبه للغماز دوت، بالنسبه للميه الحاميه، الميه الحاميه قوي بنركب غماز زي كده، ممكن الغماز ده يوصل لحد 8 بليه او 10 بليه كمان. طبعا بيبقى ليه طبعا مش نفس الغابه اللي بنزل عليها. لو مثلا انا بصطاد بالغابه بتاع الريم ممكن اصطاد بيها للطعم، بس بقى بتختلف الصلابه على حسب وزن، على حسب الغماز اللي انا مركبه. يعني ما ينفعش غماز زي ده احط عليه صلابه واحد او احط عليه خد 30، لا، بيبقى مثلا خد 35 والصلابه 2، صلابه 3، صلابه 4، حسب انت ما بتشوف انت نفسيتك للغابه اللي انت شايلها ايه، او هتقدر تشيلها وتسرح بيها ولا لا. يعني لو غابه 7 متر ولا 6 متر هقدر اشيلها، يبقى هحط عليها دوت واسرح بيه. فهو ده اللي احنا بنتكلم عليه بالنسبه للغماز. طول الشلمون دوت طبعا لازم، ده مهم جدا لان ده بيعمل لي اتزان في الميه. طب ليه انا بختار الشكل دوت الميه السريعه؟ لان طول الغماز بيدي زي قوه معاك وانت بتسرح. الغماز ما يقلبش كده، الغماز ما يبقاش عامل كده، لما انت بتيجي تمسك عليه ما يعملش كده، يبقى دوبك عامل كده، فاي حاجه بتبان فيه. النازله بقى هي اللي بنتكلم فيها المهمه قوي، الشكمه. ان في ناس بتسرح والغماز ينزل يبقى واخد في حوشه. لازم تفرق بين نزله السمك ونزله الحوش. نزله السمك الغماز ده لو ماشي اتجاه الميه اهو، اتجاه الميه ماشي كده، الغماز هينزل معايا كده. بص نازل الغماز كده او بيمشي مع الميه وهو نازل. لكن الغماز بقى لو نازل كده عكس الميه، لا دي حوشه. فتبص هو بيضرب عليها، بيعاشر السنار في الحوشه جامد، وممكن يقطع الوش، ممكن يقطع الرصاص. فانت لو قمت بالراحه كده ممكن السنار يسلك منك هزتين كده هتسلك السنار. الحاجه الثانيه قوة الشكمة دي مشكلة كبيرة قوي مع أغلب الصيادين اللي لسه بادئين جداد، إن هو بيضرب جامد قوي، يعني في المية. الضربة الجامدة ديت يعني يا إما لو الرمال بتاعك ضعيف أنت ممكن تقطع الرمال في بق السمك وتقول السمك خلي الحديد. ما فيش سمك بيقطع حديد. طول ما أنت بتصطاد بغابة طرية وغابة ريقة ما فيش سمك بياخد الحديد. وغابة الدراج بتاع المكنة ما فيش سمك بياخد الحديد. الرمال بتاعك وحش، انت مرمل وقصفت غلط الزياده، ضربتك جامده، والسمكه معشقه جامد قوي، سمكه كويسه، فانت قطعت الرمال في بقها. فالشكمه مهمه جدا، انت شكه
رافع ايدك بس كده، ما تحسسش حتى اللي جنبك وانت بتضرب. لا ده انت، او في ناس بتبقى لو انت قاعد على منه 30 40 متر بتبقى سامع صوت الضربه في الميه، انت بتبوظ الدور عليك، بتبوظ الدور على اللي جنبك، وبتطفش السمكه بتجمع. احنا عارفين ان احنا ما بنزفرش في النيل، احنا بنقعد نصطاد، بننزل كده على ادوار انت جاسسها وعارفها وبتنزل عليها، بتنزل تصطاد عليها على طول، لا بتزفر ولا بتعمل، بتصطاد بدون الارض. فعشان كده رجائي الشكمه تبقى بميل كده بالراحه. السنار بتاعك لازم السناره تبقى حاميه، الدقن بتاع الراجع بتاعها كويس. طب ليه الشكمه الجامده؟ لو انا حتى معايا سمك كويس وبجمع فيه وجيت بكلم اللي جنبني او بشوف حاجه او بعمل حاجه والسمك ريح او انا جيت اديله وسع مكان منه، تبص تلاقي السمك سيب، تقول لك ده السمك ده عيب السنار. لا مش عيب السنار، مش عيب السنار ابدا، هو بيبقى عيب الشكمه جامده فالسمكه وسعت، فمع اقل حركه غلط للواحد كلنا بنغلط. بص تلاقي ايدك ريحت شويه، بتتكلم مع اللي جنبك، بتلم بوش، بص تلاقي السمكه في الرغي، بص تلاقي يقول لك ايه ده عيب الحديد، انا غير الحديد، ملوش دعوه الحديد. طب هو ليه دعوه بانك انت حللت جامد؟ اللي يحب الغابه رقع. طول ما سمكه البولتي اصلا بقها ضعيف قوي، يعني من اضعف السمك البق كبق، هو غير بقى البياض بق خشابي والقرموط والقشر فدي بقها ضعيف. فانت لما بتضرب السمكه يا دوبك انت بتحمل، هي بتخش مكانها، تخش مكانها على طول والدرجع بيحوش. لو هي بقى الغابه جبره وقاعد يعمل السمك معاك كده ويلكم 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 كده بيوسع، تيجي انت تريح ايدك عشان تلم شويه بوش وتلاقي السمكه ثابته. عشان كده بقول غابه ايه؟ غابه طريه. غماز زي دوت، غماز زي ده بتبقى يعني ميه مش حاميه قوي نسبيا. غماز زي ده تبقى اقل شويه. غماز زي ده لا تبقى الميه هاديه. حاطط له غماز بقى ايه 4 بليه 3 بليه، انزل بقى ايه بسرعه وتبقى ايه نزلتك في الميه. خلي ايدك ما تحدفهاش، ما تنزلش تعمل طخ في الميه، لا انزل بالراحه كده، يعني انزل بالغابه مؤاخذه، يعني انزل بالغابه كده، احدف كده وانزل ايه يبقى تسمع صوت الرصاص وهو نازل. لا ده في ناس بتنزل طخ كانك نازل سبحه في الميه. انت عارفين السمكه بتفزع وتبص تجري من دور تخش مكان تاني وتستنى انت تجمع وتقول ده الدور منع. لا انت اللي بتمنع الدور على نفسك. انت لو فضلت شغال زي ما بقول لك كده، شكمه بالراحه، تنزل لها السمكه بالراحه، اتعامل بفن مع طريقه الصيد. فهو ده الغماز زي ما قلنا هو مهم جدا. ان سمكه البولت مش شرط انها تنزل بالغماز، مش شرط ان السمكه تاخد الغماز وتنزل بيه خالص. سمكه البولت اوقات ممكن تضرب الغماز وتقف لها واقفه بين الميتين. انت ترجع بايدك كده عليها، اللي لقيته عمل معاك كده ريح ايدك بالراحه، ما تسيبش ايدك مره واحده، لان الرصاص بتاعك انت بتاع اللي حاطه لبتاعك وهو راجع كده هيعمل رد فعل مع الطعميه. السمكه هتخاف هتبخ الطعميه، لان هي بتكون السمكه ايه بتندغ في الطعميه، لان البولت ما بيبلعش الطعم من الاول بتبص ايه بيندغ. في ناس تبص بقى ماشيين او انا ماشي ابص الاقي الغماز نزل في الحامل، اضرب ابص الاقي الطعميه طالعه مقصوف منها المدلدل بس، ده مش بولتي. طالما اتقصف طعميه سليمه ومقصوف المدلدل بس، ده قلوم صغير، ده بيبقى قلوم صغير او شلفه. الطعميه لو طلعت مندوغه اعرف انك انت قاعد على دور كويس، على دور فيه سمكه خشنه. يعني الطعميه لو لقيت الطعميه مهريه وانت تطلع الطعمايه يعني الغماز نزل غمق معاك وانت ما جسيتش فيها، اوقات ادوار ما بعرفش ارجع، ما بعرفش اجس فيها، ما بعرفش ارجع اشوف ده سمك ولا حوشه. في ادوار كده بتبقى بعيده عني قدام هيشه غويطه قوي فما اقدرش ارجع بالفل عليها. فشفت انا الغماز ومتاكد انه سمك واجي اضرب ابص الاقي الطعمايه طالعه متعجينه كده ومهريه. لا ده بولت حلو قوي قوي، مش بياض. يعني في ناس تقول لك ده بياض، لا ده مش بياض، ده بولت كويس ندغ الطعمايه خد الميه اللي فيها وراح بخخ. البياض تبص تلاقيه بياخد الفله وبيطير. دي لما تعرف الفله خدتها وجريت مره واحده كده اعرف ده بياض. سيبه ثواني، سيبه الغماز يمشي ثواني كده مع الميه عشان هو يبلع، لان البياض كبير. فسيبه يبلع وانت بتصب صناره صغير، صناره 5 او صناره 4، سيبه لما يبلع الطعمايه خالص واضرب عليه. لو حظك حلو يبقى حظنا حلو ان بيجي من الجنب بتعرف تجيبه، لان بق البياض خشن في يعني في زي مش هقول سنان بيهرش الخيط، فممكن تبص وانت بتجمع يروح واخد الرمال، بتبقى انت وحظك. فبيبقى محظوظ لو جه من الجنب، جه من الدردوره من هنا، جه من جنب شنباته، فده بالنسبه لصيد الطعم. فدايما تخلي غمازك
في ناس بتعمل الفوسفوره تبقى عاليه كده، الشيليمون طالع من الغماز والشيليمون كده، لا الصح بتاعها والتجربه ان انا انزل الجلده بتاعت الفوسفوره اهي غطسانه اهي كلها باين منها بتاع 7 8 مللي، واركب الفوسفوره بتاعتي عليها. اركب ليه؟ لان اي حركه في الغماز اوقات البولت ما بينزلش الغماز جامد. في اللي بينزل جامد وفي البولت كويس بص بيغمق. يقول السمك بص تغمق الغماز تغميقه ايه؟ انت بتبقى عارف ان سمك مليون المية من شكل الميه الغماز لازم ببطء كده واروح عامل كده. وقف راكن على جنب. بص ايه عمل راكن على جيلك على البر كده، ده سمك كويس واخد الطعميه بقى ايه؟ ومندمج وشغال فيها. رد عليه على طول. رد على ده انت متاكد ان ده كده بيبقى اقول له قبل ما بتكون قاعد اللي جنب منك تقول له ايه؟ حضر لي ملقاف. او لو انت ملقافك جنب منك وبتستخدم نفسك بنفسك تروح فاتح ملقافك ومجهزه. بتبقى عارف ان ده سمك مليون المية. فالغماز مهم، هو بيبقى يحدد لي الطول. يعني انا لو قاعد مثلا على الارض 5 متر بيحدد لي الطول بتاعي ان انا ايه؟ ابقى قاعد ده غير الاستاذ اللي حاسسكم ينزل الاول زمان ويطلع كده، لكن ده هو بيحدد لي الطول بتاعي. طب لو انا بقول دور 5 متر هعمل الرمال قد ايه؟ زي الناس اللي بتسال بيقول اعمل الرمال قد ايه؟ يا عم الرمال ده احنا بنتكلم المعروف في سير الطعم اللي انا اتعلمته الرمال 70 80 سم وحسب احتياجي للطعم. يعني انا نازل على دور 5 متر هو ده الرمال. السمكه ما بتاكلش، ممكن اعمل الرمال مترين واعمل الرصاص بالغماز 3 متر او 2 متر 80. طبعا الارض مش مستويه فلازم تيجي لما تتفاوت 10 او 12 سم او 20 سم عشان ما توعرش كتير. وقشره على الفرده القصيره، قشره رصاص خفيفه على الفرده القصيره دي عشان تنزل لي الطعميه تحت. والطعميه الثانيه اللي هي الطويله سيبها بقى ايه؟ بتعوم لفوق بتعوم لتحت حسب المايه ما بتفور. وتعمل حساب كبسات المايه، كبسات المايه ان المايه لما تيجي لو انت بتيجي تسال عليه بص تلاقي ممكن كبسه المايه تغطس الغماز، تروح انت ضارب وهي كبسه مايه تبقى حوشه. فدي كلها انت بتعمل الرمال حسب ما بتكيف نفسك او حسب انت ما بتدور على السمكه فين. انت ممكن تقعد على الدور السمكه مش واكله ابتدي اطور ابتدي اقصر، لا ده ممكن تاكل على رمال طويل. ممكن ابقى على الارض 2 متر واعمل لها الرمال متر واعمل الرمال متر ونص، بس ارض فرش حجر وبص لا عشان اسيب الرمال يدور. هو اللي يدور على الطعمايه، هو اللي يدور على السمكه. الطعمايه اللي بتدور على السمكه فين؟ مش السمكه اللي بتدور على الطعمايه فين. السمكه قاعده على الحوشه بتاعتها وانت بطريقتك انت اللي هتودي الطعمايه ليها، سواء بقى تعمل لها رمال قصير سواء تعمل لها رمال طويل سواء تجسلها سواء تحبس لها. فهي دي انت بتبقى قاعد شغال. الفتره اللي جايه هتبقى فتره حلوه ان شاء الله، هنستمتع كلنا فيها مع بعضينا. الاراضي كلها ان شاء الله خلال اسبوع او 10 ايام بالكثير اول ما هتخس، وان شاء الله ربنا يجعله موسم سعيد علينا وعليكم جميعا يا رب. وطبعا ما حدش فينا بيقول قران، ممكن اكون اخطات في بعض الحاجات، اللي يصلح لي انا ما عنديش عندي القابليه لكده، ما كلنا بنستفاد من بعضينا. والموضوع زي ما بقول لكم كده والله الموضوع مش اكتر ان انا بحب اطلع اتكلم معاكم، لا موضوع لا مدين ولا حاجه، بدليل ان الواحد الحمد لله انا في محل في اكل عيشي وفي شغلي ما مش يعني الموضوع ده مش اساسي، بلاقي نفسي فاضي بحب ادردش معاكم، لكن انتوا ناس محترمين وتعليقاتكم كلها بصراحه ربنا في قمه الذوق والاحترام. فانا يحظ بيكم ان انا بتكلم معاكم، فبصراحه ربنا محظوظ اللي يلاقي ناس زي حضراتكم تسمعوا، وحتى لو في نقد بيبقى بكل احترام وبكل شياكه. فاتمنى لكم رب التوفيق. اخوكم محمد المصري عاشق سيد الدلوعه سمكه البولتي، وان شاء الله يبقى مع بعضينا حاجات ثانيه كتير نتكلم فيها عن الصنار والرمال والخيوط. ان شاء الله نفضل ونتكلم مع بعضينا كتير قوي في الايام اللي جايه. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.